أحبابي، مرحبا بكم في قناتكم صوتي، القناة اللي نحكي لكم فيها قصص واقعية من مجتمعنا المغربي. وما تنسوش تشجعوني، تابوناو في القناة وشاركوها مع أصحابكم. قصتنا هي قصة متابعة للقناة وترددات بزاف باش تشاركها معايا، وفي الأخير قررت توصل معاناتها وتشارك تجربتها المرة معكم. تنتمنى تنصحوها وما تلوموهاش. أنا بنت في الثلاثينات من عمري، عشت في عائلة محافظة. الأب والأم ديالي حنان فيا بزاف ومفشيني، اللي بغيتها تعطيوها ليا. كبرت وزيانيت، وصلت للسن ديال الزواج. بداو تيجيو فيا الخطاب وانا تنتنفخ، هذا ما عجبنيش، هذا مخيبه، وهذا ما زوينش. واحد النهار جات عندنا واحد السيده صاحبه ماما وقالت ليها راه مصيفطاني عندك الحاجه مرات البرلماني، بغات تجي تخطب من عندك البنيه، راه شافتها وعجبتها بزاف. هاد الحاجه لاباس عليها وعندها ولد وبنت، وولدها تنشوفو ديما في الحومه، ولد مؤدب وزوين، ومن فوق هاد الشي خدام خدمه زوينه ولاباس عليه. كاع بنات الحومه تيحلموا يتزوجوا به. حنا تفاجئنا، ومنين قالتها ليا ماما وافقت بالزربه، وانا تنقول في راسي انفقس بنات الحومه وندي راجل لاباس عليه وولد عائله. وما جاش على بالي باللي هاد الزواج اكبر غلطه درتها في حياتي. المهم جاو وما خلاو ما جابوا، داروا داكشي ديال الناس الكبار. واخا حنا على قد الحال، والدي الله يخليهم ليا كبروا بيا مزيان. درنا الخطبه واتفقنا على ضرب الصداق والعقد. وانا كنت مره تنهز عيني نشوف فيه. السيد غير مغوبش، الضحكه ما طلاتش عليه، ولكن انا ما ديتهاش فيه. مع عقل الصغر تنسين غير فوقاش نصيفط التصاور ديال الخطبه لصحاباتي. داز شهر ودرنا عرس كبير، عرضنا على كاع المعارف ديالنا وجيراننا وبنات الحومه كلهم. تيقولوا لي سعداتك، احسن دري في الحومه ديتيه. والديه داروا لينا كادو وخلصوا علينا لوطيل في مدينه سياحيه باش ندوزو شهر العسل زعما. سال العرس وفي الصباح قبطنا الطريق. السيد والو واش تيهضر معايا، قلت يمكن حشمان، وتا انا ما بغيتش نهضر، خفتو يقول هادي خفيفه ولا باسله. وصلنا للوطيل، دخلنيش ندوش ونعس. عاوتاني قلت يمكن راه عيان مع الطريق. ملي فاق لقاني جالسه لابسه ومقاده، وهو يقول لي ياك ما تتسايني ليله الدخله وداكشي اللي تتشوفي في الافلام، غير نساي، انا راه الوالده اللي زوجتني بك بزز. قلت ليه علاش، ياك ما بغيتي تزوج بشي بنت واحده اخرى؟ قال لي انا الزواج كله ما دخلش ليا راسي. وخرج وخلاني. بكيت تبردت قلبي على هاد الزهر، الليله اللي تتحلم بها اي بنت صدقت اسوأ ليله في حياتي. دوزنا سيمانه في داك لوطيل فحال البرانيين، ما تيهضر معايا ما تنهضر معاه. اما ماما وعائلتي قهروني، ديما تيعيطوا عليا في التليفون ويسولوا فيا، وانا غير تنكتب. ما رضيتش، ما بغيت حتى واحد يتشفى فيا.
حيت قلت مع راسي هذا باين مريض وعنده شي عجز جنسي، داكشي علاش ما تيقربش ليا وما رضاش يقولها. ودرت في بالي انصبر ونحاول نقنعه باش يمشي للطبيب. رجعنا لقينا والديه وجدوا لينا الدار وفرشوها. كل شي تيقول لي سعداتك، عجوزتك تتحماق عليك. وفعلا كانت تدير معايا شي حوايج فحال بنتها وكتر. داز شي شهر وانا صابره، كل واحد فينا قابط بيت. تا الهضره قليله انا مليت وقنطت وقلت ليه اليوم غنمشي نبات في دارنا. الفرحه بانت في عينيه وقال لي صافي سيري الا بغيتي نوصلك. وداكشي اللي دار، وصلني لعند والديا ومشى. دخلت لدارنا وماما قتلاتني بالاسئله وانا عييت بالكذوب. وملي جا بابا لقاني مازال عندهم، قال لي شفتك باقا هنا. قلت ليه انبات معاكم. قال لي نوضي يا بنتي نوصلك، حشومه يلا تزوجتي وتخلي راجلك يبات بوحدو. ما بغيت نبين والو، اما انا قلبي اي طرطق. نط هزيت حوايجي وداني بابا، وصلني لباب العماره ومشى. طلعت غير قربت لباب الدار، يلا انجبد الساروت باش نحل الباب، سمعت الهضره. قربت وانا نسمع الهضره ديال راجلي. قلت هذا واش جا عنده شي واحد. حطيت ودني على الباب، سمعته تيقول انا تنبغيك بزاف، راه غير الظروف والوالده زيراتني. صافي تما شكيت، قلت باينه تيبغي شي وحده امو ما بغاتهاش ليه. المهم حليت الباب، دخلت حتى تلقى معاه واحد السيد. غير شافني تلف، قال لي شنو جيتي دير؟ قلت ليه ويلي جيت لداري، ياك ما بغيتي تفك مني. ودرت شفت في داك السيد وقلت ليه هذا صاحبك، ما عرفتينيش عليه. وهو وجهه ولا صفر. قال لي هاد السيد خدام معايا، لقيتيني نمشي نوصله. ناضوا خرجوا وبالتلفه داك السيد نسى التليفون ديالو. غير لقيته بديت تنقلب فيه، لقيته ما داير ليه لاكود لا والو. ودخلت تنشوف في التصاور، ما لقيت حتى شي حاجه. مشيت للميساجات وتما كانت صدمه حياتي. لقيته تيهضر مع راجلي فحال شي مرا، اش من حب واش من غرام وشي هضره كتيره. اما انا غير تيعاير فيا وتيقول لي تزوجتي وخليتيني، صافي دغيا تخليتي عليا. السيد بقى فيا وشويه لقيته كاتب ليه في واحد الميساج راه صيفط لك تصاور في البواط ميل باش ما يشوفهم تا واحد. ايوا انا نيشان مشيت تنقلب ليه في كاع لي ميل اللي صيفط لراجلي. هنا كانت المفاجاه الكبيره، لقيت شي تصاور ما قدرتش نكمل فيهم الشوفه، بزوجهم عريانين فوق الفراش وشي حركات جنسيه شاده. قررت نصارحه من بعد ما فهمت كل شي ونقول ليه يطلقني، حيت اكتشفت ان هاد الشي ماشي مرض وعمره ما يتبدل، حيت ماشي بيديه. ملي جا لقاني جالسه وتنتسناه. قال لي مالك تديري فيا دوك الشوفات؟ قلت ليه صاحبك نسى التليفون ديالو. قلبته وعرفت كل شي. قال لي كيفاش؟ قلت ليه عرفت باللي راك ميتلي وهداك السيد صاحبك
تيبغيك. واخا هادشي ما تيدخلش ليا لراسي، ولكن حاولت نفهمك. انا هادشي ماشي بيدي. من نهار وصلت للاعدادي والديا صيفطوني نقرا في مدرسه داخليه، وعشت غير وسط الدراري، وما حدي تنكبر وانا تنكتشف باللي ما تيعجبونيش البنات، ولكن فين ما تنشوف شي دري زوين شي حاجه فيا تتحرك. عرفت باللي هادشي اللي تنحس به ماشي طبيعي، ولكن ما قدرتش. ونهار تعرفت على هاد السيد هو اللي وراني كل شي، وتقبلت راسي. ولكن كنت متأكد باللي عائلتي والمجتمع عمرهم يتقبلوني. قلت ليه غير كون هاني، سرك في بير. قال لي اللي بغيتيها نعطيها لك، هاد الدار نكتبها في سميتك، ونشري لك طونوبيل، واي حاجه حليتي عليها فمك ديالك، غير ستريني وبقاي معايا. انا طمعت ووافقت بلا ما نفكر، وهو كان قد كلمته. داكشي اللي قال لي كله دارو، وعائلتي من نساقوا الخبار ولاو كلهم حاسديني وما عالمين على والو. اما امو عرفاتني، عرفت حتى هي كانت عارفه، وهي اللي زوجاته قبل ما يعيق به شي واحد ويتشوه. ستراتو بالزواج، وكنت انا هي الضحيه، ولكن نستاهل. انا اللي بقيت تنتشرط، وفي هادوك الرجال كاملين اللي خطبوني ما عزلت غير اللي ماشي راجل فيهم. ولا صاحبه فحل ساكن معانا ديما تيجي. من نهار عرفني عرفت داكشي اللي بينه وبين راجلي، وهو تيتعامل معايا فحال اختو. ولا داكشي الشاد اللي خارج على الطبيعه تيجيني عادي. تنشوفهم قابطين وتتصرفوا فحال راجل ومرته، وبعد المرات تجيني الغيره، حيت هذاك الحب والحنان عمري ما حسيت بيهم. بقيت على هاد الحال عام، وباش ننسى هاد الكذوب اللي انا عايشه فيه كنت تنخرج نسهر ونسافر مع البنات، فلوس موجوده واللي بغيتها تلقاه. واحد الليله دخلت للدار على غفله، وشفت راجلي وصاحبه في واحد الوضعيه ما عجبتنيش. حسيت بالوسخ في داري، تعصبت وخرجت، مشيت جلست نتعشى في واحد الريستوران بوحدي. شويه جا جلس قدامي واحد الراجل زوين وباينه فيه ولد عائله. غير شفته عجبني، وبالزربه حيدت الخاتم من يدي باش ما يشوفوش. المهم بدا تيهضر معايا، خدا النمره ديال التليفون ومشى. لغد عيط ليا وقال لي نتلاقاو باش نتعرفوا اكثر. انا فرحت، تقاديت ومشيت. السيد صدق طبيب وزوين وتيعرف يهضر. قلت صافي، خاصني نطلق باش نتزوج بيه. هذا هو الراجل اللي كنت تنقلب عليه. بقينا شي 4 شهور وحنا تنخرجوا ونتلاقاو ونسهروا، وانا لقيت الحريه التامه وتطورات العلاقه بيناتنا. حتى غلطت ونعست معاه، خليته دار داكشي اللي ما قدرش راجلي ديال بصح يديرو. ما بقيتش حامله نجلس في الدار ونعيش مع 2 مثليين واللي ديما عند ماما وتنكذب عليهم. تنقول لهم راجلي مسافر. واحد النهار فقت في الصباح عيانه وما عندي خاطر وفي الدوخه. منين شافتني ماما في ديك الحاله داتني للطبيب، حتى تيقول ليها مبروك لاله بنتك حامله. ماما طارت بالفرحه، اما انا تصدمت ودارت بيا الدنيا. ماما ما صبراتش،
ما خلت لمن قالتها، لعائلتنا، عائلة راجلي، الجيران، المهم كل شي عرفني حاملة، وتيعيطوا يباركوا ليا، حتى من مو جات تتعنق فيا وتبوس، يسحب ليها داويت ليها الولد. اما راجلي منين ساق الخبار بغى يموت بالفقصه، قال لي باغا تلصقي ليا هاد الكرش ديال الزنقه. قلت ليه بزاف عليك، ولدي عنده باه وتيحمق عليا وتيسايني غير فوقاش نطلق باش يتزوج بيا. قال لي صافي انصبروا شويه ولقاو شي طريقه باش نطلقوا. مشيت انا تلاقيت مع بات ولدي، غير قلت ليه انا حامله وجهه صفار، وقال لي خاصك ولا بد تطيحي هاد الكرش. انا رجعت للمغرب غير ميستو، انا تنعيش مع مراتي وولادي في المانيا وما عندي ما ندير بالمشاكل، ومن غدا نمشي في حالي. وداكشي اللي دار، مشى وخلاني مصدومه، ما قادراش نتيق هادشي اللي طراليا. رجعت عند راجلي، حالتي حاله، غير شافني عرف باللي بات ولدي تخلى عليا وهرب، وتا هو ما صدقش راجل. قلت ياه على سهر عندي وفي من تنطيح، غير في الرجال اللي ما فيهم تنوع من انواع الرجوله. هزيت عيني فيه ودموعي نازلين، قلت لي خصني الفلوس نمشي نحيد هادشي اللي في كرشي. قرب مني ومسح لي دموعي وقال لي سمحي لي، انا سبابك، انا كنت عارف راسي مزيان وجريتك معايا ونسيت باللي حياتك ماشي مسرحيه وما تقدريش تبقاي تمثلي، ولا بد واحد النهار اتبان الحقيقه. دابا ندير معاك واحد الحل، انا اعترف بهاد الولد ولا البنت ونديرو في سميتي ويكون ولدي، ونتحمل المسؤوليه ديالو حتى يكبر. ولكن ما نقدرش ندير هادشي في هاد البلاد. دابا شي شهر باش وافقوا ليا الخدمه نمشي نقبط الفرع اللي كاين في ميريكان، نديكم معايا تعيشوا تما وحتى انا نعيش حياتي، حيت عييت نخبي داكشي اللي تنحس به. وللمره الثانيه تنوافق بلا ما نفكر، غير باش هادشي اللي في كرشي ما يتزادش بلا اب. دازو شي شهور قلال حتى لقينا راسنا تنودعو عائلاتنا وحبابنا وبلادنا، ومشينا بدينا حياة جديدة في بلاد جديدة. كل شي كان متوفر لينا. ولدت بنتي في ديك البلاد، وراجلي غير قبطها بين يديه وشاف ليها في عينيها دموعو سالو. ومن داك النهار بنتي هي بنته، ما تيخليها محتاجة حتى حاجة. من بعد عام راجلي طلع وهبط وخسر فلوس صحيحة باش طلع الوراق لداك السيد صاحبه وجابو تا هو يعيش معانا. انا ما بغيتش نعاود نعيش نفس السيناريو. طلقنا غير في الوراق، تا واحد ما ساق لينا الخبار، ودار لي داري بوحدي انا وبنتي، ودخلت تنقرا وتنخدم باش نعتمد على راسي ونقدر نربي بنتي. راجلي تزوج بصاحبه على حسب القانون ديال هاد البلاد اللي تيعطيهم الحق يتزوجوا، وحقق الحلم ديالو. انا تمنيت ليه يكون فرحان في حياته، وسره اول مره نشاركه مع شي واحد. خليته يعيش حياته وخرجت منها نهائيا، حيت ما قدرتش نتقبل شي حاجه خارجه على الطبيعه اللي الله خلقها متوازنه وبدع فيها. واي حاجه حرام حاولت وتنحاول نبعد منها، وتندعي الله يغفر لي على داكشي اللي درت كامل في حياتي.